مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم. اليوم حرت والله ما قدش من طيب. ايش تعرف عقب شهر الفلوس وافية، المرأة تبدأ تحاول كيفاش توفر لصغيراتها باش ما تخليهمش بتبيع بلاش وهما يقراو. قلت زعما علاش ما نعملش عندي طرف قديد في الفريجو نمدها ونطيب بها. نعم بها مقرونة جويدة فلة نمري واحد. به خديتك القديدات يا جماعة، حطيت عليهم شوية مي سخون، نحى منهم اكل ملح وتحلوا هما ماكل ثلج. خديت شوية تابل، شوية ثوم، معاه شوية ملح، هرسته كل ما بعضه من غير طماطم كيما تشوفوا هكاكا. عليها اللاستيش هذيك شوية سكر باش تنحك القروصية بتاع الطماطم، شوية هريسة وزوز قرينات فلفل. وتوا يا سيدي مش نبداو نعملوا الطبخة متاعنا. كيما تشوفوا هكاكا خدينا كسرونه مش نقليوك القرينات فلفل بعد ما تبلناهم بالملح، شقيناهم في الوسط وحطينا فيه شويه ملح. بعد ما سيدي كملنا الفلفل وقليناه باش نهبطوك القديد نسليوه شويه، يعني نقليوه شويه. يا جماعه خدينا بسيله كيما هكاكا قشر بصل وقطعناه كيما تراو هكاكا على الواحد شويه شويه. خليها تصفارك البصله ونحطوا اكل طماطم وكل فلفل الاحمر وكل هريسه، كل شيء مغرفه. نتاعنا حطينا الفلفل الاحمر، حطينا كما قلنا احنا الطماطم هذيك المعجونه، وحطينا التابل والثوم والملح. خليها كل الطماطم هذيك تتقلى هي وكل الفلفل الاحمر بالباهي. وبعد كده نزيدوا وحطينا مغرفه هريسه، ما تنساوش مغرفه هريسه تاع زوري قطرن كيما تشوفوا كيكه. باهي خديت يا سيدي سخنت الماء وتو باش نصبوا الماء هاك الصوص هذيا كيما تراو كيكه. هذايا ماء سخون ونخليها تغلي شويه، وبعد كده باش نعملوا نصبوا المقارونه نتاعنا. شفتوه الصلصه نتاع المقارونه كيفاش غليته، والصلصه نتاعو تكون جاريه. باهي ناخذ المقارونه نتاعنا ونصبها في الصب كيما تراو كيكه، ونحركها ومش نخليها تطيب في عقلها، وكل مره نحركها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سكرت طول عليها الغاز ومش نحطها في صحين وتتروها كيف نية. وهذا يتو الصحين متاعنا، ان شاء الله يا رب يعجبكم، وان شاء الله المحتوى هذايا نال رضاكم. ما شاء الله تبارك الله. هذا صحين المقارونة متاعنا وعليه هيك القديد البنين ما شاء الله، اعز ما تاكل وابن ما تطعم يا جماعة. عليه القشات بطاطا مقلين للزينة وقرين فلفل احمر. يعني يا جماعة كان عجبكم المحتوى هذا وانتم راضين عليه، اعملوا له خيطكم لايك وادخلوا على صفحتي فضلا ليس امرا، اعملوا لي ابوني واكتبوا لي تعليق مزيان كيفكم، وربي يخليكم ليا والله لا ينحيكم عليا. توا نقولكم بسلامة وان شاء الله في محتوى جديد.